مساء الخير عليكم يا اهل البلد، عاملين ايه؟ والله يا اخوانا وحشتونا. عايز اقول لكم ان العركه شكلها هتقوم بين الشيخ عبد الله رشدي خريج الازهر الشريف والحاصل على الدكتوراه، ويا ريت تحطوا تحت الكلمتين دول عرجين خشب تخان قد كده. وبين مين يا اخوانا المفاجاه النهارده؟ بين الاعلامي المخضرم المصري نشأة الديهي. ونشأة الديهي يا اخوانا الاعلامي، وحطوا تحت الاعلامي خطين بالقلم الرصاص يكونوا رفيعين حبتين. نشأة الديهي يا اخوانا الحقيقة يعني طالع كده يتكلم عن الشيخ عبد الله رشدي عن الحقيقة بطريقة ما فيهاش ريحة المهنية خالص. يقول لك عليه فزلوك، ويقول لك المحسوب على الأوقاف، ويقول لك المحسوب على الأزهر الشريف، وحاجات كده لا من قريب ولا من بعيد حقيقة يعني. وعشان يا اخوانا ما نفتريش على حد ويقولوا ان احنا ناس مفترية، انا جاي النهاردة اظهر لكم الحقيقة. ونشوف كمان يا اخوانا الفيديو كده سليم لنشأة الديهي بيقول ايه على الشيخ عبد الله رشدي، عشان بيرجع ويقول الناس بتقطع فيديوهاته وفيديوهاته مجتزأة وكلام كده ايه غريب. فاحنا هنعرض لكم الفيديو سليم عشان ما يقولش حاجة، وبعد كده هجيب لكم على كلامه الرد القاطع من الشيخ عبد الله رشدي اللي هيبين قد ايه ان نشأة الدين يا اخوانا بيكره الراجل ده وعايز يبعده عن حتى السوشيال ميديا اللي هي ملك الشعوب والناس كلها والله. يلا خليكم معانا يا اخوانا عشان نفتح اللابتوب ونشوف بيقول ايه بالظبط. لابتوب يا بنت يا بهانه وشغلنا الفيديو. الفزلوك عبد الله رشدي اللي طالع خلال الفترة الماضية شغال بيتكلم فتاوى خاصة فتاوى النساء، وكأنه متخصص في فقه النساء، وكأنه متخصص في فقه المنطقة الوسطى، وكأنه العالم وتطوره وبناؤه مرتبط بالعلاقات بين الرجل والمرأة، والأهم حاجة المرأة. بيقول للمرأة تقعد في بيتك، تقعدي في بيتك تخدمي تحت رجل جوزك، والشغل ده آخر حاجة تفكري فيها. احنا بنتكلم على المساواة، وبنتكلم مش المساواة من ان الرجل والمرأة ده سبحان الله العظيم، والقرآن والدين كرم المرأة أيام تكريم. لكن بيجي بعض الناس المحسوبين على الأزهر والمحسوبين على الدعوة والمحسوبين على الأوقاف بالخطأ. أنا بسأل سؤال بعيدا عن فكرة ان انا اخش في جدل فقهي واتهم بانني ليبرالي ونيو ليبرالي وعلماني وان انا الغايه ممكن يكفرونا. بقول معاذ الله، انا ما بفهمش في الفقه ولا بفهم في الدين فمش هكلم فيه، لكن بسأل سؤال يعني بحق السماء: هل يجوز لاي واحد يطلع يفتي على الهواء مباشره، يفتح لايف وياخد اسئله ويفتي؟ اي حد يفتي؟ ما عندنا دار الافتاء ليه؟ ما فائده دار الافتاء المصريه؟ ما فائده لجان الفتوى في الازهر ولجان الفتوى في كذا وكذا وكذا لما يطلع اي حد يفتي؟ هل يجوز؟ انا بسأل، انا ما اعرفش، بسأل المفتي وبسأل مشيخة الازهر وبسأل وزارة الاوقاف: هل الافتاء مباح لاي حد يطلع على المنبر يفتي؟ هل مباح لحد يطلع على اللايف يفتي؟ هل مباح لحد يطلع يمسك اي كلام في اي كلام يقوله يسمم الاجواء؟ وسام غنيم ولا وسام شعيب لما اتكلمت في العلاقات الاسريه وافسدت عقرت مياه نظيفه، ومش بتكلم وانا مش عايز اخش في معارك مع حد. عبد الله رشدي ومن على شاكلته اللي بيتكلم وبيعمل فتاوى مثيره، وفتاوى اعتقد ان هي لا تخدم لا الدين ولا تخدم الدوله. وبقول تاني ان في عندنا دوله وفي نظام وفي ولي امر باللغه بتاعت هؤلاء. بقول لهم طاعه ولي الامر واجبه. بقول لهم ما ينفعش واحد يقول لي اصله الزواج العرفي حلال من ناحيه الدين، لانه في نظام يا سيدي بيجب هذا. ما ينفعش واحد يتكلم. انا عندي مجموعه من الحقيقه فتاوى وغيره، يعني لغه لا تليق برجل دين، الحقيقه لغه لا تليق برجل دين. يعني فتاوى خاصه بالزواج العرفي وحقوق المراه في الميراث والزواج المدني، الاختلاط في التعليم، عمل المراه في الاماكن المختلطه، فتوى التحريض ضد مجدي يعقوب، والعقيده المسيحيه، واتاحه زواج القاصرات. يعني زواج القاصرات يقول لك لا 9 سنين لو تستطيع ان هي تتحمل الزواج. يا سيدي احنا الدوله بتقول، الدوله النظام ولي الامر بيقول لك فيه سن للزواج اللي قبله جريمه، انت تطلع تقول لا يجوز؟ يا اخي في حاجه اسمها مصالح مرسله، في حاجه اسمها مصالح مجتمع، في خبراء، في علماء نفس، في علماء صحه عامه، في صحه نفسيه، في اطباء نساء، في علماء بيتكلموا. المفروض العالم اللي يطلع يفتي يكون مؤهل اخلاقيا وانسانيا ودينيا وفقهيا وتعليميا، ويكون عنده قبول وعنده فيه للفتوى اشتراطات. شفتوا يا اخوانا بقى وسمعتوا كلام نشأة الديهي بيقول ايه بالظبط عن الشيخ الدكتور عبد الله رشدي؟ تعالوا بقى نجيب ردود الشيخ عبد الله رشدي على كلام وادعاءات الاعلامي نشأة الديهي بالدليل القاطع، علشان نشوف مين بيفتري على مين، ونشوف مين عايز يظلم مين، ونشوف مين عايز يبعد مين. يلا بينا. الفزلوك عبد الله رشدي اللي طالع خلال الفترة الماضية شغال بيتكلم فتاوى خاصة فتاوى النساء، وكأنه متخصص في فقه النساء.
أبدا، المرأة أكثر من نصف المجتمع، لابد أن نهتم بها ولابد أن نتحدث عن شؤونها ولابد أن نبين ما يتعلق بها. إذا لم نهتم بالمرأة التي هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة فبمن نهتم؟ بالعكس، هذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالمرأة وعلى مكانتها فيها. بيقول للمرأة تقعد في بيتك، تقعدي في بيتك تخدمي تحت رجل جوزك، والشغل ده آخر حاجة تفكري فيها. نسمع بقى بالراحة كده يا اخوانا رد الشيخ عبد الله رشدي، ونشوف هل فعلا الكلام اللي نشأة الديهي بيقولوا عليه ده صح ولا غلط. لو فرضنا دلوقتي ان في مثلا زوجه بتشتغل، تمام؟ اكيد لما تيجي تشتغل هي هتعمل الكلام ده كله وتشكر عليه وتؤجر، وطبعا ده يبقى جهد كبير انها تشتغل في البيت وبره البيت. فاحنا بنقول تاني الدين ما بيمنعش ده، بس المهم اقول بس الحته دي. ايوه، ما دي ايه؟ اكمل جاي لك اهو. بس المهم ان يكون في تنسيق بينها وبين زوجها عشان الحياه يعني ما تخربش منها. اتاحه زواج القاصرات، يعني زواج القاصرات يقول لك لا 9 سنين لو تستطيع ان هي تتحمل الزواج. يا سيدي احنا الدوله بتقول، النظام ولي الامر بيقول لك فيه سن للزواج اللي قبله جريمه، انت تطلع تقول لا يجوز. نسمع بقى بالراحة كده يا اخوانا رد الشيخ عبد الله رشدي، ونشوف هل فعلا الكلام اللي نشأة الديهي بيقولوا عليه ده صح ولا غلط. احنا بنشوف دلوقتي القانون بيقول ايه، وليس في الشرع سن محددة للزواج. يعني دلوقتي لو احنا عملنا سن الزواج 18 اهلا وسهلا، طيب بكره عملوه 20 برضه كشرع، وانا بقول لك اهو مفيش اشكال، اهلا وسهلا. بعد بكره قرروا ان هم يرجعوه 16 اهلا وسهلا. فانا بتكلم عن افتراض مش عن مخالفتي ولا عن حث الناس على مخالفة القانون الموجود الان. شفتوا يا اخوانا ان نشأة الديهي قد ايه بيفتري على الراجل الطيب الغلبان ده، على الراجل المحترم الشيخ عبد الله رشدي اللي له قبول وواخد دكتوراه وخريج الازهر الشريف، وياما طلع في قنوات فضائيه في مناظرات ملهاش اول من اخر مع ناس كانت بتقول كلام على السنه النبويه وكلام في القران الكريم، وكان بيفحبهم ويجيب دغهم الارض. اي والله كان بيجيب دغهم الارض الشيخ عبد الله رشدي. بس استنونا يا اخواننا كده وما تستعجلوش علينا عشان احنا لسه ما خلصناش، لسه بدري، واحده واحده علينا. لا إشكال عندي الآن في الالتزام بالقانون، لكن هناك أصوات موجودة حول العالم تقول إن هناك أنواع، وأطباء أيضا يقولون أنه قد توجد أنواع من الختان لا تضر بالمرأة. فأنا بعمل إيه؟ لا أدعو الناس لكسر القانون، لكن أدعو المشرع للنظر في القانون وفق ما يقوله الطب. كلامي محدد وفق ما يقوله الطب. اهو الراجل يا اخوانا بيقول ناخد برأي الطب ورأي الشرع ورأي الحاكم، يعني ما بيجيبش حاجة من عنده يا اخوانا. بتفتروا عليه ليه بس يا عم نشأت؟ يعني نقدر نقول يا اخوانا ان الشيخ عبد الله رشدي ما جابش حاجة من جيبه وزود بيها الشرع او نقص بيها الشرع. الراجل بيتكلم بما في الكتاب الكريم، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ليه بقى يا اخوانا نشأة الديهي بيعمل عليه الهجمة الشرسة دي ليه؟ وبعدين يا عم نشأت، طالما انت طالع تهاجم الشيخ عبد الله رشدي يبقى انت راجل عندك الدليل القاطع والحجة الدامغة ان الراجل ده بيقول كلام غلط. فانت يا ريت بقى تقول لنا رأي حضرتك ايه ورأي فضيلتك ايه بالظبط، طالما انت راجل فاهم تقول لنا الراجل ده غلط في ايه بالظبط. ويا ريت يعني لو سمحت يا اخويا تطلع تصحح لنا المعلومات الخاطئة اللي الشيخ عبد الله بيديها لنا. عندك الدليل؟ تعال اما نشوف. انا ما بفهمش في الفقه ولا بفهم في الدين، فمش هتكلم فيه. يا دي الفضيحة ام جلاجل، يا دي الجرثة ام حناجل. جرى ايه يا عم نشأت؟ امال طالع تقول فزلوك وبيفتري على الناس وبيجيب كلام من دماغه وانت اساسا ما عندكش حاجه نفهمها ولا عندك حاجه نسمعها. جرى ايه يا عم نشأت؟ امال طالع تتكلم في الراجل كده ليه؟ وطالع تتكلم عليه بالطريقه الوحشه ديت ليه؟ في ايه بينك وبينه يا عم نشأت؟ ولا هي تصفيه حسابات بقى ولا ايه بالظبط؟ ما احنا مش عارفين حاجه. طالع تصفي حساباتك على القنوات الفضائيه مع ناس مش قدامك اساسا عشان يدافعوا عن نفسيهم، وترجع تتكلم يا عم نشأت على المهنيه الاعلاميه واللي مش عارف جه منين وراح فين وكلام فاضي من ده. لا والله يا عم نشأت الحقيقه انا يعني كنت حاطك في حته بصراحه، دلوقتي بقيت في حته تانيه خالص بسبب اسلوبك وافعالك اللي الحقيقه ما بقاش حد يطيقها. انا مش عارف بصراحه انت بتجيب الكلام ده منين؟ ليه بتتكلم على الراجل بالطريقه الوحشه دي؟ ده انا قلت الحقيقه يعني ان انت راجل هتطلع تقول الراجل عبد الله رشدي ده غلطان في 1 و2 و3 وتجيب الدليل.
تطلع ما تعرفش حاجه، امال بتتكلم ليه؟ حرام عليك يا عم نشأت. يا ريت يا اخوانا يعني لو لسه بتتابعونا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ويا ريت تسيبوا لنا في التعليقات رايكم في الكلام اللي احنا بنذيعه ده، ورايكم في الاعلامي نشأت الديهي، ويا ريت برضه لو انتوا واخدين بالكم الراجل ده بيرسم على ايه تقولوا لنا برضه في التعليقات. ويا ريت برضك لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى يعني تسيبوا لنا التعليق الجميل واللايك الاجمل بتاعكم، واستنونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.